تحية طيبة إخواني متتبعي قناة يوميات فلاح، ورحبوا بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنقول لكم شحال وصل الثمن ديال الزيتون في هاد المنطقة اللي هي منطقة قريبة من مدينة قلعة سراغنة، وشحال من لتر عطاني في القنطار الواحد، والثمن الإجمالي ديال الزيت. فغتفاجئوا بزاف ملي غنقول لكم بان الثمن راه تقام عليا بثمن مرتفع. فما تمشيوش بعيد، ونرجع لكم بعد هذا الفاصل. هذه السنة يا إخواني شريت الزيتون اللي كتشاهدوه في الصورة ب 13 درهم فاصلة 5، وهو في هذه الحدود 13 ونص حتى 14 درهم في هاد التواريخ ديال شهر 11. وديتو المعصرة فأعطاني تقريبا واحد 15 لتر للقنطار الواحد، بما مجموعه تقريبا 100 درهم. فيها ترونسبور، وفيها الطحن ديال الآلة المطحنة، وفيها كذلك ثمن الزيتون. وهاد السنة فهو أغلى ثمن ديال الزيت كيتقام عليا منذ سنوات لأسباب كثيرة راكم كتعرفوها، هو الجفاف، قلة التساقطات المطرية، وكذلك كثرة المتدخلين. لأن للأسف هاد الزيتون كنت كنشري أنا ب80 90 ريال، يعني 4 دراهم 4 دراهم ونص، فإذا به كيوصل ل 13 14 درهم. عم الله العام الجاي شحال غادي يولي واصل تاني. فللأسف ربما أنه يقدر يوقع عليه بحال اللي وقع لشجر أركان، الزيت ديالو كان ثمن رخيص، فدخلوا ناس وسطاء، فالآن واصل حتى ل 400 درهم للتر أو 500 درهم للتر، لا أدري. وفي الأخير نتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوناش بالاشتراك ديالكم والدعم ديالنا، والتقيكم في فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.